يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل النهاردة البانيه بطريقة بسيطة من غير أي فزلكة، والبهارات بتاعتنا برضو بسيطة جدا وهتديني طعم حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. أول حاجة هتجيبي أي بولة. اول حاجه تعمليها تبشري بصلايه صغيره. انا عامله طبعا بصلايه صغيره لان الكميه عندي صغيره، او انا عامله كميه البانيه صغيره. انتي طبعا لو الكميه تعمليها كتير فزودي. وكمان طماطمايه مبشوره وفص ثوم واحد بس. عندي هنا برضو الملح وكميه البهارات حسب الكميه اللي هتستخدميها، ومعلقه صغيره من السكر، شطه تقريبا ربع معلقه صغيره، ونص معلقه من الفلفل الاسمر معلقه صغيره برضو، ونص معلقه من الكاري. بيدي طعم خرافي يا جماعه. هتنزلي عليها بليمونه حلوه كده، استكبري ليمونه حلوه كده وتعصريها. بعد كده هتقلبي كل الحلويات دي كلها مع بعضها تقليبه حلوه. وهتكوني محضره الفراخ. طبعا هتجيبيها بانيه جاهزه او انتي هتخليها براحتك خالص، وبعد كده هتغسليها غسله حلوه وهتستخدميها بعد كده. المهم ما تغسليهاش بالخل ابدا لان الخل بيثبت الزفاره. هنحط البانيه بتاعنا. انا كنت تقريبا عامله 5 قطع اهو زي ما انتم شايفين. طبعا غسلاها ومخليها فله. هقلبها كويس مع بعضها. هدخل كله مع بعضه طبعا اهو. وبعد كده هتشيل الحلوه دي في التلاجة تقريبا، يعني لو قبلها بيوم بيبقى حلو جدا، او 3-4 ساعات. هشيلها وتعالوا نشوف الكفر اللي بره اللي هيغطي البانيه بتاعنا هنعمله ازاي. اول حاجه انا هجيب معلقتين كبار من الدقيق. كنت ناويه اخش على التالتة بس لحقت نفسي كفايه قوي قوي معلقتين كبار. انا نسيت ان عامله كميه صغيره. وكمان هنزل عليها ببقسماط، البقسماط الناعم. يعني تخلي بالك تجيبيه فاتح، ما تجيبوش غامق عشان ما يغمقلكيش البانيه بتاعك. يعني تجيبي البقسماط، تقولي للعطار انا عايزاه فاتح، وهتنزلي عليها بكورن فليكس مكسرينه. كورن فليكس ده بيبقى برضو سايب عند العطار، بس انا بحب اللي هو عامل زي كورن فليكس اللي احنا بنجيبه اللي هو المعلب ده، وانا اكسره بايدي. هتحطي عليها ملح، وكمان هنزل عليها بفلفل اسمر عشان طعم الكفر بتاعنا ويخليه حلو كده. هبتدي ان انا اقلبه تقليبه حلوه. هكسر يعني لو لقيت واحده كبيره شويه هكسرها من الكورن فليكس اللي انا حطاه. تقليبه حلوه كده. وبعد كده هتنزلي عليها ببيكنج باودر اهو. حلو قوي. انا هنزل عليها كمان بمكون تاني اللي هو الكاري اهو. مش الكركم، الكاري يا جماعه. انا مش هحط كركم خالص، ده الكاري عشان يديني طعم حلو للكفر اللي بره. حلو قوي كده. هشيلها بقى كده على جنب. ودلوقتي هنجيب البضايه الحلوه بتاعتنا، بيضه واحده بس لان الكميه عندي برضو زي ما قلت لكم صغيره. واحط عليها شويه فلفل اسمر علشان لو في زفاره كده ولا كده تبقى مع السلامه يعني. وهبتدي ان انا اقلبها بالشوكه زي ما انتم شايفين. طب لو انا حاسه ان هي تقيله شويه اوعي تزوديها ميه، تزوديها لبن عشان الميه بتزفر البيض بتاعنا. اما اللبن هيديها طعم حلو طبعا وقيمه غذائيه، وكمان هيخف لنا البيض شويه. دلوقتي بقى بصي، هتاخدي البانيه بتاعك. يعني انا ما كنت بعمله الاول واحط الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده في الخلطه، كنت بحس ان الكفر بتاعي بيفك من على البانيه. بصوا بقى، انا بحب احط البانيه على طول جوه البيض الاول من غير اي دقيق ومن غير اي حاجه. انا حاطه الدقيق مع البقسماط زي ما انتم شايفين، وبعد كده باخد البانيه بتاعي من على البيض على طول على الخلطه الجميله بتاعتنا. ما هو بالعقل برضو. انتي دلوقتي لما بتحطي البانيه بتاعك جوه الدقيق الاول فبتعملي فاصل ما بين البيض وما بين قطعه البانيه، فبالتالي كل دي هتروح في حته ودي هتروح في حته تانية خالص. فلما بتحطي قطع البانيه جوه البيض على طول وتحطي بعد كده في الخلطه اللي قدامنا، فده بيكون ماسك في قطعه البانيه نفسها. وكمان اهم حاجه تضغطي جدا جدا على البقسماط على قطعه البانيه علشان يمسك عليها وما يروحش كده ولا يروح كده. تمام. انا طبعا هكمل الكميه كلها مع نفسي وهرجع لكم في السريع. تمام. بصوا المنظر حلو جدا، وكمان الكورن فليكس بيديها قرمشه فظيعه. انا هاخد طبعا الكميه اللي انا عملتها دي واحطها في التلاجة شويه تشد شويه كده، وبعد كده نروح نقليها مع بعض. انا ليه ما حطيتش نشا مع الخلطه؟ لان انا حاطه كورن فليكس. احنا بنحط النشا علشان خاطر يدي القرمشه اللي احنا بنحبها، فالكورن فليكس ده هيديني القرمشه اللي انا محتاجاها بزياده كمان. اول حاجه لازم يكون الزيت بتاعك سخن. طيب بعد كده هعمل ايه؟
هتحطي كميه البانيه اللي انت هتحطيها. ونصيحه لله، يعني لو انت حطيتي كميه وخلاص ابتدت ان هي تستوي او شلتي واحده عشان استوت، ما تروحيش تحطي واحده نيه مع اللي انت لسه حطاها، يعني ما استوتش معاكي، يعني هي داخله على سوا بس لسه ما استوتش، انت شلتي واحده وما تحطيش بقى معاها واحده تانية لسه نيه، لان طبعا ده غلط، لان في اللي هي بكتيريا سالمونيلا هتلزق على اللي هو استوى، انت خلاص هتطلعيه. فمش صحي يعني. تمام، انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ فاهمين قصدي؟ يا ريت يا رب تكون المعلومه وصلت، يعني ما تشيليش حته وتحطي بدلها حته تانية وفي مستوي معاها. تمام، لما تشيلي كله من الطاسه تحطي الكميه التانية. وبعد كده لما تيجي تحمريها برضو هتحطيها على النار، واول ما تاخد لون من تحت هتقلبيها وهتوطي البوتاجاز علشان اللحمه بتاعتك تستوي من جوه، مش تشعوطيها من بره وتبقى نيه من جوه. احنا عايزين نديها السوا الكامل. فانتي حضرتك هتسيبيها تاخد لون حلو من تحت كده، تمسك نفسها وهتقلبيها، وبعد كده توطي عليها شويه، حبة من هنا وحبة من هنا، يعني تقريبا تقعد على النار يجي 10 دقايق تقريبا كده على النار لغاية ما تستوي كويس، وبعد كده تعلي تاخد القرمشة الحلوة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. تقدميها بقى جنب رز بسمتي زي ما انا عاملة، او تقدميها مع شوية بطاطس محمرين وشوية طحينة ورغيفين عيش. ألف هنا وشفا، كله حلو كله حلو، مع شوية مكرونة. يعني بتمشي مع كل حاجة، يعني هي حلوة عشان كده. يعني البانيه ممكن مع محشي كمان. فالبانيه ده حلو جدا جدا وكمان موفر، يعني لو انت جيتي بصيت لها هتلاقيه موفر شويه عن لما تجيبي فرخه كامله. طبعا بصوا حلو جدا. اشوفكم بقى المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديد. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.